فخبر عاجل الآن: اندلاع حريق ضخم يلتهم محل كشري الخديوي ومجموعة من الأكشاك في شبرا الخيمة. شهدت منطقة ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة محافظة القليوبية حادث حريق كبير اندلع في عدة محلات وأكشاك متعددة أمام محطة مترو شبرا الخيمة. بدأ الحريق في محل عصير أصل، ثم امتد إلى محل كشري الخديوي وعدد من الأكشاك المجاورة، مما أدى إلى خسائر مادية كبيرة في المحلات المتضررة. وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية لموقع الحادث، حيث تم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها. وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق داخل محل الكشري، بينما استمر العمل لإخماد النيران في باقي الأكشاك. أسفر الحريق عن إصابة شخصين، أحدهما بحروق والآخر بحالة اختناق، وتم نقلهم لمستشفى الناصر العام لتلقي العلاج اللازم. ولم ترد أي تقارير حتى الآن عن وجود وفيات ناجمة عن الحادث. كما أدى الحريق إلى انقطاع التيار الكهربي في المنطقة المحيطة وإغلاق خط المترو القريب مؤقتا حرصا على سلامة المواطنين وسهولة وصول سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق. الجهات الأمنية فتحت تحقيق موسعا في الحادث لكشف ملابسات الحادث ومعرفة أسبابه الحقيقية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسؤولين أو أي متسبب في الحريق. ولحد هنا كل فيديو خلص، إلا اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد.